السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. لازلنا بنتكلم في المتعة، واتكلمنا في المتعة وعرفنا المتعة على أساس إن هي عبارة عن تعويض من القانون للزوجة اللي تسبب الزوج في ألم ليها وحرج إن هو استخدم حقه مثلا بصورة تعسفية من غير ما يكون مثلا هي لها دخل في الموضوع، وقلنا إن عملية تقديرية. ولكن النهارده بنقول شروط المتعة. نفقة المتعة ما ينفعش تحصل عليها الزوجة غير في بعض الشروط تتوافر في الزوجة، منها إن لازم يكون مدخول بها بزواج صحيح. يعني لو زوجة حصلت كتبت الكتاب وما دخلتش